كل مرة أقول لك مش مهتم وفيها إيه لما أجي أصور فيديو مستعجل من غير ما أحط العدسة والكاميرا والسنادة ومش عارف إيه، وأصل الماتش وحش. النهاردة هقول لك يا برنس مش مهتم أظبط جودة الفيديو عشان أنا بتلكك، وفي نفس الوقت الأهلي عمل كل حاجة أنت عاوز تشوفها. الاهلي اللي انت كنت بتطمح انه لو كسب يكسب 1-0 او يحاول يحافظ على الجون اللي يجيبه او ان نكسب ضربات جزاء، الاهلي غير لك السيناريو خالص وقال لك بالراحه وراحه وعلى التاتا وعلى كل حاجه بالراحه. احنا هنجيب 3 ولا 4 في الاتحاد زي ما جبناهم في الهلال بكل هدوء. بل كمان النهارده الاهلي ضيع سكور تاريخي قدام اتحاد جده. الاهلي النهارده ضيع فرص خصوصا في الشوط الاول، كهربا وتاو. الاهلي ابدع النهارده وامتع واثبت للكل، مش بالاسماء، بالخطه والتركيز واللعيبه وشخصيه اللعيبه والخبره. اتحاد جده عمره شكله ما تعلم الدرس اللي حصل للهلال اخوه في السعوديه. الاتحاد جده نزل باداءات فرديه وغرور ان هو هيكسب، ولكن الاهلي يظل الاهلي. وكولر لما بيحب يتكتك بيتكتك، محمد هاني لما يحب يلعب بيلعب، محمد عبد المنعم بيثبت كل مره ان هو احسن مدافع في افريقيا ويستحق يلعب بره في اوروبا. النهارده الاهلي ويا سلام يا تاو ويا حلاوتك يا تاو وانت بتبدع. انا مش عارف بصراحه اقول ليه تاو. تاو لعيب تقيل قوي قوي قوي، وحسين الشحات والحطه والقطه والبطه بتاعتك والكلام اللي انت بتعمله ده عاوزين نشوفه في الدوري المصري. حسين الشحات المونديالي، حسين الشحات العالمي، حسين الشحات اللي حط جون عالمي قوي. وامام عاشور اللي كان محتاج الجون ده جدا، كان سيء في الشوط الاول ولكن بيرجع الشوط التاني يلعب احلى من الشوط الاول. وكمان كهربا يهديله هدف حلو وكان محتاجه جدا. ويا رب تكون البدايه في امام عاشور انه يدخل اكتر في المود اكتر واكتر. الاهلي عمل كل حاجه، الاهلي ابدع. كهربا عمل ضغط رهيب على كل الناس، ولكن لازم يا كهربا تراجع نفسك في الهجمات تاني وتجيب جون تاني يا عم كهربا. كوكا مفاجأة التشكيل، أبدع وأمتع وكان قدها وقدود. وكوكا احنا عارفين ان هو لاعب جاي هيجي منه كتير قوي، ولكن اخر شهرين مستواه كنت حاسس ان هو قل شويه، ولكن في المباراه دي اثبت لنا حاجات كتيره جدا. واعتقد لعيبه الاهلي اخر كام ماتش في الدوري كانت خايفه تجهد نفسها قوي علشان تصاب وما تلحقش كاس العالم للانديه. ده تصوري، لان الاداء العالمي ده ما يجيش ربع الاداء، قصدي الاداء اللي كان في الدوري ده ما يجيش ربع الاداء اللي احنا عملناه النهارده. والاهلي ما عودناش على كده، الاهلي عودنا ان هو دايما بيلعب كل الماتشات كانها مباراه نهائيه. مبروك للنادي الاهلي وصول قبل النهائي المره السادسه. مبروك للنادي الاهلي هيلعب في المنافس البرازيلي، واعتقد حان الوقت بقى نطمح فعلا ان احنا نكسب ونوصل النهائي باذن الله تعالى، ويبقى اول مره لينا نلعب نهائي. زهقنا من الثالث والرابع وزهقنا من 3-4 مرات اللي خدنا فيها المركز الثالث. عايزين نخش على الفضيات بقى او الذهبيه، ولكن الذهبيه مستحيل قدام السيتي. حتى لو السيتي بيكح تراب في انجلترا يا باشا، انت برضه في الاول وفي الاخر السيتي تقدر تلعبك على الشناكل وهي واقفه على رجلها عادي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل عشاق جماهير النادي الاهلي. هارد لك لاتحاد الجده، انا بعز النادي ده جدا اصلا كده كده، واتمنى اتحاد جده يفوق واتمنى في يناير يدعموا. سيبكم من محمد صلاح لو هو مش هيجي، ويركزوا في التدعيمات اللي انتوا هتجيبوها لان الفريق فيه نواقص كتيره جدا جدا جدا. لو وصلت لحد هنا بقى ظبطني بقى بلايك وشير وكومنت بقى والحاجات الحلوه دي، عشان احنا محتاجين الفتره الجايه نرجع تاني. انا فرحان من الحاجات اللي بعملها دي من فرح والله. مبروك لينا ومبروك للجمهور الاهلي ومبروك لكل